أهلا وسهلا فيكم بمطبخ الخال. وصفتنا لليوم كعك العيد أو الأقراص. خليكم معنا. وهلأ راح نبلش بعجينة الكعك. أول شغلة في عنا هون كيلو طحين، وهون عنا ظرف خميرة تقريبا بيطلعوا 7 جرام. نخلط طبعا المواد الجافة كلياتها مع بعضها. في عنا هون معلقة طعام محلب ناعم. في عنا هون 30 جرام حليب بودرة. وفي عنا هون معلقة صغيرة ينسون. وفي عنا هون من كل نوع ربع معلقة صغيرة شمرة، جوز الطيب وقرفة. طبعا مثل ما قلنا لكم ربع معلقة صغيرة من كل نوع. وفي عنا معلقة طعام سمسم. وفي عنا كمان معلقة طعام حبة بركة. هدول كلياتهم بنخلطهم هلا شوي مشان نضيف عليهم باقي المواد. وهلا بعد ما خلطنا المواد الجافة مزبوط، في عنا هون مجهزين نحنا 200 جرام سمنة، ويفضل سمن حيواني تعطيها نكهة غير شكل. وفي عنا هون 90 جرام زبدة. طبعا السمنة والزبدة دايبين بس منهم سخنين، يعني بندوبهم بنستناهم ليبردوا شوي قبل ما يجمدوا منحطهم. وفي عنا كمان 50 جرام زيت نباتي. وهلأ يا غوالي بنحرك الخليط كله مع بعضه، وبنخلطه كتير مظبوط بحيث انه يتجانس وما يبقى عنا اي تكتلات بالطحين، مشان بعدين نضيف بقية المواد. وهلأ بنصير نفركن بحيث انه نخلي الطحين يتشرب معنا كل المواد هيك مثل ما شايفين. بنخلص وبنرجع لكم على المرحلة الثانية. وهلأ هيك صار شكلهم بعد ما خلطناهم مع السمنة وفركناهم كتير مزبوط بحيث انه ما يتم عنا كباتيل سمنة. هلا صار مرحلة الثانية. في عنا هون 375 ملي حليب، بدنا نضيف عليهم 300 جرام سكر. بنشغل الغاز تحت منهم وبنصير نحركهم ليدوب السكر وتوصل درجة حرارتهم تقريبا تصير فاترة، يعني شيء انهم يسخنوا بس، اكثر من هيك ما بدها. بنحركهم مظبوط ونرجع لكم. مثل ما انكم شايفين ارتفعت حرارة الحليب، صارت فوق الفاترة بشوي. صرنا بدنا نشيلها هلا، وهون هيك متأكدين انه كمان السكر داب معنا. ندلقها فوق الخليط تبعنا، وبدنا نخلطها هلا نعجنها بشكل ممتاز. ولا تخافوا من هالمنظر، هلا الطحين بيغب السوائل كلياتها، بس بدنا نعجنهم بشكل ممتاز بحيث انه هيك نعجنهم مزبوط مزبوط مشان العجينة تتشرب المواد كلياتها مثل ما نكون شايفين. والمنظر اللي كان من قبل بلش يروح. بس موضوع العجين هلا كتير مهم مثل ما نكون شايفين. شايفين شلون تشكلت عجينتنا. هلا من تم عم نعجنها هيك تقريبا شي 10 دقايق، بخلص وبرجع لكم. وهلا مثل ما نكون شايفين بعد 10 دقايق دعك مستمر بدون توقف بتكون عجينتنا صارت جاهزة. شكلت معنا عجينة ناعمة ومتماسكة مثل ما نكون شايفين. وهيك عجينتنا
بتكون صارت جاهزة. هلا بنغطيها وبدنا نتركها تريح 8 ساعات تماما للتخمير. بعد 8 ساعات نرجع لكم. وهلا حبايبي بعد ما مرق معنا 8 ساعات كاملين، شايفين شلون صار شكلها؟ اختمرت العجينة وريحت. ضروري جدا نتركها 8 ساعات. نرجع بنعركها شوي ونبلش بقى مشان نشكلها ونشويها. هلا بعركها شوي وبرجع لكم. وهلا حبايب قلبي بعد ما دعكنا العجينة مظبوط، سويت كم قطعة مشان نبلش نشكل. طبعا القوالب حسب الرغبة، حسب المتوفر عنا. بنشكلها بنصفها هيك. وهلا هيك بعد ما خلصناهم تشكيل نحنا وحطيناهم بالصواني. طبعا انا مشغل الفرن قبل بنص ساعة على درجة حرارة 180 فوق وتحت. بنحط الصينية بالنص تماما ومنراقبها. تاكل وقت تقريبا معنا بحدود بين 30 وال40 دقيقة. منراقبها ومنشوف. خلص ونرجع لكم. وهلا بعد ما اخذوا معنا وقت 30 دقيقة بالفرن حتى اعطونا اللون المناسب. طبعا انا بحبهم هيك اللون الذهبي الغامق. اعطونا اللون فوق وتحت مثل ما نكون شايفين. شلناهم تركتهم حتى يبردوا شوي ونحطهم بالصحن هيك. وان شاء الله الف صحة وهنا.